السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كده في الأول، نحب ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينهي المحنة اللي هم فيهم وينزل ويصبرهم أكتر من الصبر اللي هم فيه، إن هم أكيد ناس صابرة كل ده، فربنا يزود صبرهم ويبعد عنهم يا رب كل شر في أسرع وقت بإذن الله، ويعينهم ويلطف بيهم ربنا يعني إن شاء الله، ويخلصنا من الكيان الزفت التاني ده. يعني كل دعواتنا وكل قلوبنا وكل حزننا مع اخواتنا في فلسطين يا رب ان شاء الله. النهارده اولى مباريات الدوري السوبر ليج الافريقي. مباراة الاهلي قدام سيمبا، مباراة خلصت 2-2. فبدون مقدمات خلينا نخش على الماتش على طول. الاهلي ابتدى بالتشكيلة اللي كان فيها غيابات، بغياب طبعا اولهم واهمهم هو محمد عبد المنعم عن خط الدفاع. ده في رأيي أهم غياب لنادي الأهلي في المباراة النهاردة، هو غياب محمد عبد المنعم عن الدفاع، جاي مع المنتخب بإصابة. ف أو كولر كان خايف يديله فرصة، من الكلام يعني اللي احنا سمعناه امبارح من شوبير، ومن الكلام النهاردة اللي اتقال يعني إن محمد عبد المنعم كان عنده إصابة وكولر خاف يجازف بيه. فده كان أهم غياب. علي معلول برضه كان غايب، بسبب ان هو كان جاي من تونس على مصر، فما ما لحقوش يلاقوا له تذكرة من تونس على طول لتنزانيا. فده أزم الدنيا أكتر، فخلى علي معلول ما يلعبش الماتش ده. والأهلي بدأ النهارده بالتشكيلة: في حراسة المرمى محمد الشناوي طبعا، وعلى اليمين محمد هاني، جنبه قلوب دفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وباك ليفت كريم الدبيس. قدامه الثلاثي المفاجأة بالنسبة لي هو كان أحمد نبيل كوكا، مع طبعا إليو ديانج ومجدي قفشة، وقدام الثلاثي رضا سليم وكهربا وبيرسي تاو. وبرده كان غياب مودست، ان هو كان عنده نزلة برد عمل تحليل كورونا، طلع ان هو ايجابي كورونا. فدي كانت الغيابات بتاعت الاهلي، التشكيله بتاعت الاهلي. الاهلي كان بادئ الماتش كويس جدا، ماسكين الكوره، احنا متخنقين الدنيا على بتوع سيمبا. عملنا هجمات اول ربع ساعه او اول تلت ساعه، خليني اقول اول تلت ساعه. الاهلي كان عنده ثلاث فرص: فرصتين لكهربا وواحده لبيرسي تاو. فرصه كهربا الاولى ماشي ممكن تضيع، فرصه برضو بيرسي تاو، مع ان محمد مجدي قفشه كان مخرجه كويس جدا جدا جدا، بس تاو برضو ضيعها بشكل غريب جدا. حتى تاو هو شكله بعد ما الكرة ضاعت هو مستغرب ان هو ازاي دي تضيع. وطبعا كرة كهربا دي، انا سيبك من الكورتين اللي فاتوا دول في حتة، وكرة كهربا دي ازاي دي تضيع؟ يعني رضا سليم اداله الكورة بيقول له يعني انفخ فيها هتجيب الجون، ازاي الكرة دي تضيع؟ احنا الشوط الاول احنا كان بدل ما نطلع 1-0 احنا كان ممكن نطلع 4-0 مرتاح. ثلاث فرص في الاول ازموا الدنيا، صعبوا الدنيا، احنا كنا احسن بكتير. كريم الدبيس ما حسسنيش ان هو اول ماتش افريقي ليه يلعبه، طبعا كماتش كبير يعني، مش زي ماتش سان جورج. لا ما حسيتش كده. كان كويس جدا دفاعيا، موجود جبهته ما حصلش فيها هجمات. يعني كنا مثلا قبل كان ممكن تلاقي ان السيمبا نازلين بترجتين الناحيه دي عشان عارفين علي معلول هيغيب فيها، وكريم الدبيس مش افريقيا مش عنده الخبرات بس لا بالعكس، النهارده كان قادر واقف على رجله، مش قلقان مش متوتر. عمل شوط اول كويس جدا. كوكا برضو كان عامل ماتش الشوط الاول كويس جدا. بس انا طالما جيت لحته كوكا، انا اتفاجئت من حوار مروان عطيه قاعد على الدكه. يعني ماشي انا متفاهم كوكا وان هو عامل مستويات كويسه لاخر ماتش، بس في حاسس في حاجه حاصله من خلف الكواليس بين مروان عطيه وكولر. جايز يعني فكره مش عارف حاسسها ان مروان عطيه يعني مش عارف ليه قاعد على الدكه. يعني اكيد ان مروان عطيه احسن من كوكا، وخبراته الافريقيه احسن من كوكا، وانت كده كده مجبر تلعب بكريم الدبيس اللي هو ما عندوش الخبرات الافريقيه اساسي. ما تلعب بمروان عطيه برضه عشان ما يبقاش عندنا ثغرات وانت بره ارضك، انت ما بتلعبش في القاهره، فالجمهور اللي بره مش جمهور مصري، مش جمهور كتير. طبعا عايز اشكر جمهور الاهلي، كانوا معلقين لافته فروم ذا ليفر تو ذا سي، فلسطين ويل بي فري. يعني شكرا برضه ان هم افتكروا فلسطين. نسيت اقول كده في الاول، يعني افتكرت في النص. المهم ما كان اتنين لعيبه ما عندهمش خبرات، كانت حاجه تقيله قوي اول ماتش برضو. فكانت غريبه بالنسبه لي جلوس مروان عطيه على الدكه. الشوط الاول بعد ما بعد كده بعد ما كانش فيه هجمات، عملوا بتوع سيمبا مسكوا الكرة شويه برضو، واحنا رجعنا عشان ما كانش ينفع يبقى ضاغطين كتير. مستوى بيرسي تاو كان غريب بالنسبه لي، سواء دفاعيا او هجوميا. هجوميا بالذات مش ده بيرسي تاو بتاع الماتش المصري وبتاع ماتش الاسماعيلي، مش ده بيرسي تاو تماما. ده غريب مستوى بيرسي تاو. ففي الاخر الشوط جات لنا هجمه مرتده، رود سليم سرق الكوره اداها لكهربا، كهربا سوري، جات له الكوره اداها رضا سليم فنشها كويس وجاب الجون. وشكرا لعيبه الاهلي على الاحتفال، برضو كان واجب الشكر.
فدخل الشوط الاول 1-0 للنادي الاهلي، وطلعنا 1-0 بعد ما كان ممكن نبقى طالعين الشوط الاول 4-0، 3 هجمات ما يدعوش، بذات كرة كهربا التانية وجول رضا سليم. دخلنا على الشوط التاني، يعني اللعيبه تحس لسه كانوا في اوضه اللبس، اتفاجئوا كده كانوا في اوضه اللبس، نزلوا لقوا النتيجه 2-1، وجونين غلطات رامي ربيعه. يعني ما حدش تاني يلام. الكره الاولانيه مش فاهم رامي ربيعه بيعمل ايه، راجع ورا ليه كل ده وانت في واحد قدامك، انت سايبه ليه كل المسافه دي؟ يعني دي غريبه بالنسبه لي. يعني رامي ربيعه في الجون الاولاني يعني غريبه، يعني محمد هاني ورا موجود وغالبا كان ياسر، فانت راجع ورا كل ده بتعمل ايه، وسايب اللي رايح على بعد ما الشناوي راح للعارضه القريبه، فالجون مكشوف كبير بالنسبه للمهاجم، فانت سايبه ليه؟ ازاي تسيبه؟ فكان غريب جدا رامي ربيعه. والجون الثاني برضو المدافع واخد الكره من قدامه، سوري المهاجم واخد الكره من قدامه ودخلت جون في الشناوي، عين الشناوي لم في الجون الثاني برضو. مش هقول لك رامي ربيعه بس الجونين غلطات رامي ربيعه. يعني بالنسبه لي وانا يعني مش قابلين للنقاش، هم غلطات رامي ربيعه. فلقينا النتيجه 2-1، نازلين اللعيبه استهتار، مش مركزه، مش عارف، مش قادر احكم. فيعني كان غريب جدا مستوى اللعيبه. كانوا غالبا كانوا لسه في اوضه اللبس زي ما بقول، غالبا يعني كانوا اتفاجئوا ان لقوا النتيجه 2-1. يعني هو ازاي مره واحده الجون في الثاني والجونين، يعني الجون الثاني ده متخلف سواء من الدفاع ولا من الهجوم متخلف، والجون الاولاني برده يعني سذاجه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي. دي مش لعيبه عندها خبرات ولا واخدين 3 افريقيا ولا. كان مستوى في الجون الثاني، يعني الجون التاني قهرنا اكتر من الاولاني. يعني ركنيه، يعني ايمن الكاشف كان بيقارن بينها وجون محمد عبد المنعم، بس لا، جون محمد عبد المنعم يعني كان اصعب واحسن واحلى من كده يعني. لكن الجون ده انت شوف لاعب سيمبا اخذ الكوره من يعني او حط دماغه قدام كام واحد من اللعيبه بتاع الاهلي، فكان غريب جدا صراحه. ومن الشوط الاول ومن الشوط الثاني بعد الجون الثاني انا ما حسيتش ان سيمبا الفريق الصعب، الفريق اللي احنا متعادل معاه 2-2، ما حسيتش ابدا من كده بصراحه ان سيمبا الفريق الصعب الند ده. بالعكس، ده احنا جالنا فرص، يعني الكره خطف، كنا قادرين نعمل هجمات مرتده كتير جدا جدا. بعدها قدرنا الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع بسرعه، طبعا ما استنيناش وقت بين الجون الثاني بتاعهم والجون الثاني بتاعنا، لا ما كانش في وقت، الحمد لله ان احنا بسرعه رجعنا وجبنا الجون الثاني عن طريق كهربا، فلمينا الورق بسرعه. نقطه ثانيه انا عايز اتكلم عنها هي كولر، تبديلات كولر الصراحه غريبه بالنسبه لي جدا. يعني ماشي انت شلت قفشه ونزلت مروان عطيه، اوكي، مع ان التبديل الاكتر الواقعي ان انت لو هتشيل قفشه يبقى طبيعي يا اما هتنزل طاهر زي ما عملت في ماتش الاسماعيلي لما امام عاشور اتصاب ونزلت مكانه طاهر، يا اما هتنزل هطلع نبيل كوكا وتنزل مروان عطيه، يا اما سوري هتنزل اسف قبل تبديل كوكا بمروان عطيه، يا اما هتنزل امام عاشور برضو. فكان غريب ان هو طلع قفشه ونزل مروان عطيه، فكده بقى بيلعب بنبيل كوكا ومروان عطيه واليو ديانج. التبديل التاني المفاجئ اكتر بالنسبه لي، انت مطلع رضا سليم ليه؟ يعني مثلا لو رضا سليم بادي، يعني مع ان مستوى رضا سليم ده ما يقولش ان ده لعيب بيلعب على اصابه ولا مصاب، هو ممكن يكون كولر يكون خايف ان الاصابه ترجع له، بس اوكي. هو يعني رضا سليم كان جاهز برده من ساعه ماتش الاسماعيلي، يعني كان جاهز، فغريبه، اوكي ماشي، بقى له فتره توقف، فكان غريب ان هو ممكن يكون مصاب. مش ما فيش اخبار قالت ان هو مصاب، ولا حد كده طلع اتكلم ان هو مصاب ولا ان هو رجع من اصابه. من ساعه ماتش الاسماعيلي كان موجود ونزل لعب الشوط الثاني، فكان غريب، ولا هو بيلعب على اصابه ولا هو مصاب ولا اتصاب في قلب الماتش. فانت ليه سايب بيرسي تاو كل الوقت ده ومطلع رضا سليم اللي هو كان احسن لاعب عندك في الخط الهجومي كله؟ انت خطورتك في الشوط الاول كانت عن طريق رضا سليم اكتر من كان هو انت النفس بتاعك. لما قفشه بياخد الكره وبيحاول يطلع حد، كان اول واحد بيطلعه هو رضا سليم. نفس الكلام من نبيل كوكا لما عايز يلعب الطوليه، من كريم الدبيس لما بيطلع يسند فرضا سليم كان عامل مستوى جامد. وشوف الاهلي بعد ما رضا سليم اخدنا فتره عقبال ما رجعنا تاني نمسك الكوره ونعمل خطوره. فتبديله رضا سليم كانت غريبه جدا بالنسبه لي. يعني بيرسي انا كنت متوقع اول ما قلت حسين الشحات قلت خلاص تمام، يبقى كده هيشيل بيرسي تاو وينزل حسين الشحات. استغربت جدا من خروج رضا سليم. وبقى ان انا جبنا سيره رضا سليم، فبيستحق ان هو كلمه شكر رضا سليم صراحه، مجهود واللي هو بذله والماتش الجامد اللي هو عمله. رضا سليم يعني في الماتشات اللي لعبها مع الاهلي كان لا عنده خطوره، ظاهر مش راه بالتيشيرت، مش خايف من التيشيرت، لا بيأدي في كل مباراه. يعني النهارده هو فعلا كان احسن واحد في الخط الهجومي بتاع الاهلي، ممكن يكون من نجوم المباراه بصراحه في رايي هو رضا سليم. يعني مش شايف ان ممكن يكون حد فارق عن رضا سليم يعني. فكان عامل مستوى كويس جدا، وتبديلته صراحه كانت غريبه بالنسبه لي.
اللعيب بقى اللي انا مش فاهم ليه احنا جدد له سنتين تانيين هو رامي ربيعه. كل ماتش بيلعب فيه رامي ربيعه، هو انا كمشجع هو بيوترني في كل كوره بياخدها، هو بيوترني. لو هو ممكن يخش تدخل غبي فياخد انذار، والانذار يجي معاه بانذار تاني يطرد، يا اما هو ممكن يعمل بصه متخلفه زي في اغلب الوقت ما هو بيعمل، يا اما يعمل تاكلينج غلط. فرامي ربيعه انا مش فاهم ليه الاهلي جدد له سنتين. يعني مين ايه السكاوت ولا ايه الاداء اللي عمله رامي ربيعه يخليني ان انا ادي له عقد بسنتين؟ يعني بجد مش عارف. في غياب عبد المنعم بيبان لك الفرق اللي عندك بين عبد المنعم وبين اي مدافع تاني، سواء ياسر ولا محمود متولي ولا رامي ربيع. محمود متولي اللي احنا جددنا له برده سنتين ومصاب، فده كلام على جنب. يعني انا خلينا دلوقتي في كلامنا في قلب المباراه، فتبين فرق الكواليتي الجبار. هو كده كده في فرق الكواليتي جبار بين محمد عبد المنعم وبقيه مدافعين الدوري المصري كلهم، بس انا بكلمك عن اهلي فرق الجوده ما بين عبد المنعم والمدافعين. ورامي ربيعه، وفرق بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم. يعني ياسر ابراهيم ما عندوش كم خبرات رامي ربيعه ولا كم البطولات اللي عند رامي ربيعه، بس تحس ياسر ابراهيم واثق في نفسه، ولما بيلعب بيطمني اكتر من رامي ربيعه. رامي ربيعه الناس تطلع تقول عليه رامي رجوله، يعني سيبك من برده من الاكسبريشن ده. بس انا ليه رامي ربيعه؟ ليه بجد رامي ربيعه؟ لا انا يعني كفايه رامي ربيعه بجد. الاهلي محتاج يخش الانتقالات الشتويه يجيب مدافع. ان هو بجد رامي ربيعه جونين غلطاته، وغير كده هو كل كوره بيوترني. يعني انا فعلا في اي مباراه وبالذات في الماتش ده كان في كذا كوره انا بتوتر، انا المشجع. ما بالك بقى خط الدفاع اللي بقى، يعني هو كان بيلعب جنب كريم الدبيس. كريم الدبيس يعني لما يلاقي ان رامي ربيعه بيعمل حركاته دي مش هيتوتر؟ مثلا ياخد الكوره يفضل يحجز وخلاص، يعني بياخد الكوره تلاقيه بيتوتر مش عارف يباص لمين، ما عندوش القرار جاهز. فهو بيوتر اللي حواليه بصراحه. إيري دان كان عامل ماتش كويس جدا. كان عمل خطورة في الكورة بتاعت ضربة الجزاء الغريبة اللي ما اتحسبتش من الحكم، بس ما علينا. فأغلب يعني ما كانش فيه كلام كتير اتقال في المباراة. اللعيبة البدلاء لما نزلوا ما شفناش شكل غير صلاح محسن. كور صلاح محسن، الكرة اللي جت في العارضة توفيق، ماشي هنقول توفيق، لكن الكرة التانية انت رايح انفراد من نص الملعب وسبقت بسرعتك. يعني ايه التصرف ده؟ هو فكر يدي لحسين الشحات ولا يشوط، قعد يفكر لحد ما الكرة راحت غريب قرار صلاح محسن ان هو اتاخر كل ده، ان هو ما عرفش انه ما بصص للشحات، ما اخدش الكوره مثلا ولا طولها اخد ضربه جزاء ولا عمل اي حاجه. تصرف غريب. الماتش بجد الماتش ده كان مستفز بالنسبه لي. كان ممكن نطلع بنتيجه اكتر من كده بكتير، ما نطلعش 2-2. يعني ضيعنا فرص، كم فرص غريب بتبديلات كولر الصراحه، اللي كان في رايي ان هي تبديلات غلط جدا. يعني بصراحه انا مش شايف ان بالذات تبديله رضا سليم. فانت كنت يعني على يعني انا خايف ان فاهم ان هو خايف يدي امام عاشور، بس انت كنت محتاج امام عاشور. بس في رايي ان الماتش بتاع يوم الثلاث العوده ان اظن ان الاهلي هيقدر يحسمه بوجود امام عاشور ومحمد عبد المنعم. المستوى هيختلف، المستوى وعلي معلول برده طبعا، فالمستوى بتاع الاهلي هيختلف تماما عن المستوى بتاع الماتش ده. فده اللي كان عندي على المباراه ما فيهاش كلام كتير. 2-2 نتيجه مفاجاه بالنسبه لي. هو هارد لك للنادي مبروك لسيمبا طبعا ان هم تعادلوا 2-2. هارد لك للنادي الاهلي ان احنا النتيجه دي يعني غريبه جدا الصراحه. وان شاء الله المكسب هيجي كده كده في القاهره. اسف على الاطاله، وزي ما قلت في الاول لازم اقول في الاخر كل دعواتنا لاخواتنا في فلسطين. ان شاء الله فرج ربنا قريب باذن الله. الفرج ربنا قريب، وربنا وعدنا بده. ف يعني باذن الله ان النصر هيبقى في اقرب وقت باذن الله لفلسطين. وان شاء الله ربنا بينزل عليكم ويصبركم اكتر ما انتوا صابرين ومتحملين كل ده. فاتمنى ان كل واحد يدعي لفلسطين، وان ربنا يصبرهم ويشفيهم من اللي هم فيه وينجدهم من المحنه اللي هم فيها. فده اللي كان عندي، وكان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.